رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تُثْبَتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل فتنة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هواء أهل الناس يوم يأتيهم العذاب. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل ولن تكونوا أصمتم ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال. تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار من قدران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. كما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من
قرية ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لولا تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين فتنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلى المنظرين نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد السنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وأنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشر من حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار سموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فإنك من المنظرين إلى يوم يرجعون قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إن هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم موعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بعبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما علينا منكم مجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ولا بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك برحمتك ولا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لننجوهم أجمعين إن لم تنتهوا هدرنا منها ومن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وأنتم تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء حقهم
مصبحين وجاء المدينة يستغفرون قال إنها واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم نكن للعالمين قال هؤلاء كنتم فاعلين وعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أخذتهم الصيحة مشرقين وجمعنا بما عليها سافرا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك آيات للمتوسمين لفي سبيل مقيم إن في ذلك آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة والظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لفي إمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين ونحن ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية قد سبق الجميع إن ربك هو الله العليم ولقد آتيناك من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وملكة عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المعتصمين الذين جعلوا لنا أيديهم وربك لنسألنهم أجمعين كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون يرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تضيعون وحين تزرعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والموال والحمير تركبونها وزينة ويخلق ما لا تعلمون على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتلبسوا مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون غير أحياء ما يشكرون أيان يبعثون إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة وربهم مغفرتهم مستغفرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا
السماوات ومن أبصار الذين يضلونهم بغير علم وكان الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وقال عليهم السقف من فوقهم أتاهم عذاب حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون بهم قال الذين أوتوا العلم إن الجزاء يوم السوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا سلما كنا نعمل من سوء إنا عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات عدن يدخل جنات أنا ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ذلك فعل الذين من قبلهم فأخذهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فأتى الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هدى فإن الله لا يهدى من يضل وما له من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعد عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء لا إلا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فسألوا الذين إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصيب الله بهم الأمر ويرجعون إلى من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تخلفهم ومعهم وجزهم يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ بها الوحي اليمين والشمائل سجدا لله وامتاثلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون ما في السماوات والأرض ولو الدين واسما أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون ثم إذا كشف فجب عنه إلى فريق منهم بربهم مشركون يكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون يجعلون لله عباد سبحانه ولهم ما يشتهون إذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه مسدا يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسك على هون حمد الزوق التراب هذا ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة ولله المثل الأعلى والعزيز الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرقون والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيناهم الشيطان أعمالهم فلقيهم اليوم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نوصيكم مما في بطونه من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكنا ورزقا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها مختلف ألوانه فيه لقاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لا يعلم بعد علم إن الله عليم حكيم والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزق على ما ملكت أيمانهم في سواء فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزق من الطيبات أما بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منها رزقا حسنا فهو ينفق من رزق وجهه هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة لا ينام البصر الله وإن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصحابها وبينها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ذلك يتم
وإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم كافرون ونبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب لا يخفف عنهم ولا هم يحزنون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين قلنا لكم من دونه وعظم إليهم قال إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء عليك الكتاب لله لكل شيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلغكم الله في ويبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون عندكم ينفد وما عند الله ويجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان الذي يعملوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بهم وإذا مشركون بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إنما أنت مضطرب الأكثرهم لا يعلمون نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي تلدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بكم يصدق عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله آمنوا ربهم وسمعوا وصالحين أولئك هم الغافلون أجرم أنهم في الآخرة هم خاسرون إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد
الرسول حين فكذبوها وكلوا مما رزقكم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمهم كتاب أنفسهم يظلمون إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأنه إن ربك من بعدها لغفور رحيم إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين لنهلك وهدى إلى صراط مستقيم إننا كفينا بالآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واذكر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم